انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي هو الحل الأمثل لنهاية مسيرة كريستيانو رونالدو. طب خلينا نسأل السؤال بطريقة تانية، هو ليه كريستيانو رونالدو راح النصر للسعودية؟ طب خلينا برضو نسأل سؤال تاني مهم، هو المستفاد من انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي؟ هل هو كريستيانو رونالدو عشان الفلوس؟ هل فريق النصر السعودي ولا جمهور كريستيانو رونالدو ولا حتى منتقدين كريستيانو رونالدو؟ جينا نفكر لمجموعة أسئلة كتير جدا لازما حرفيا تتابع الحلقة دي عشان كل حاجة حرفيا عن فكرة انتقال كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي هجاوبك عليها باختصار ممل، وهعكس لك الحوار من وجهة نظري. وخلينا بقى نركن حتة اني بشجع ريال مدريد او حتة اني بشجع كريستيانو رونالدو على جنب، وانا جاي اديك الزتونة لرأي محايد من وجهة نظري شامل كل الآراء اللي ممكن تلاقيها في اي حتة، وكمان الكلام المهم اللي مش هتلاقيه في اي حتة. اهم حاجة في البداية طبعا ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلك كل جديد، واتمنى ان انت تشير حلقة على السوشيال ميديا عشان اقدر اوصل لك بعدد من المتابعين. ويلا بينا نخش الحلقة ونشوف. في البداية اقول لك حاجة واحدة بس، ان قطر خططت والسعودية نفذت. عزيزي المشاهد خليني اقول لك ان قطر ابهرت العالم بفكرة تنظيمها طبعا لكاس العالم، كمان خلت السياح وخلت الاجانب وخلت بتوع اوروبا بالاخص يخشوا المنطقة العربية ويعكسوا مرحلة التفكير بتاعهم. وفكرة ان طبعا الدول العربية للاسف الشديد ما عندهمش التطور، ان هم عندهم قابلية ان هم يواكبوا حدث زي طبعا كاس العالم، زائد كمان محاربة الغرب ومحاربة اوروبا لفكرة طبعا كاس العالم في قطر، وفكرة طبعا الحاجات اللي هم عايزين يدعموها، الالوان والكلام السطحي والافكار المنتشرة السلبية اللي كانوا عايزين يعملوها في المنطقة العربية. لكن عزيزي المشاهد خلينا نقول ان اوروبا او الغرب هم حرفيا فشلوا ان هم يعملوا الفكرة دي، ومن هنا بدأ الغرب واوروبا يخشوا في فكرة كاس العالم ويخشوا في المنطقة العربية ويشوفوا التفكير اتطور ازاي، ويشوفوا الاحداث والبلد كمان اتطورت ازاي، شوفوا مدى وصولة التفكير الشرقي ومدى نضج العقلية. كمان عزيزي المشاهد خليني اقول لك انا ليه بربط حتة قطر وكاس العالم بفكرة كريستيانو رونالدو وفكرة السعودية. عزيزي المشاهد خليني اقول لك ان واحد من اشهر لاعيبة كرة القدم في التاريخ، ما لم يكون الشخصية الاكثر شهرة في تاريخ البشرية او حاليا في تاريخ كوكب الارض كله، وهو كريستيانو رونالدو. تخيل ان انت عندك واجهة اعلامية للصحافة والاعلام، واجهة هي حرفيا بتمثل شهرة لاي واحد بس يرتبط اسمه بكريستيانو رونالدو. تخيل كده بقى ان الاعلام كل يوم بيحب يكتب عن كريستيانو رونالدو، الصحافة كل يوم بتحب ان واجهة المجلة بتاعتها تكون كريستيانو رونالدو. تخيل بقى انت الدولة ايه العائد عندك، سواء بقى العائد اقتصاديا او اعلاميا، سواء ايه المشاهدات اللي بتجيبها او الاعلانات او السبونسر او اي حاجة حرفيا ليها علاقة بواحد مشهور وتاريخ زي كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو هينام ويقوم ويصحى ويبات ويتمرن ويلعب ويجيب اهداف وحرفيا يعمل مقابلات ويعمل اعلان، وكل الكلام ده مخصوص في السعودية. لك ان تتخيل ان المستوى الترويجي لفكرة السعودية والمنطقة العربية وكمان الدوري السعودي بالاخص، دوري السعودي للمحترفين، تخيل كده حجم الاعلانات وحجم الاسبوت اللي بيتحط عليها من خارج اوروبا. يعني مثلا لك ان تتخيل ان فكرة انتقال كريستيانو رونالدو للدوري السعودي لوحدها هتكون حملة ممنهجة، ان طبعا يعني دول كتير او خلينا نقول قنوات كتير جدا من الغرب واوروبا بالاخص تفكر ان هي تشتري الدوري السعودي لحاجة واحدة بس، ان كريستيانو رونالدو موجود في الدوري السعودي. الجزء ده انا بكلمك عن فكرة الترويج لفكرة ان كريستيانو رونالدو موجود في السعودية. بالك بقى لما اوديك لمرحلة تانية، وان استقطاب نجم بحجم كريستيانو رونالدو، 5 بلندور، الهداف التاريخي لريال مدريد، الهداف التاريخي للمنتخبات، الهداف التاريخي لكرة القدم، الهداف التاريخي لبطولة الاعرق في طبعا اوروبا، بطولة الشامبيونز ليج، دوري ابطال اوروبا. تخيل ان لاعب بحجم القيمة والقامة والارقام والانجازات وكل حاجة حققها كريستيانو رونالدو في تاريخ الكرة متواجد في الدوري السعودي. من هنا بقى هيكون كمان الدوري السعودي محل انظار واستقطاب لاعيبه كتيره، مهما كان اللاعب ده اسمه ايه ومهما كان اللاعب ده حقق ايه. زمان كنا بنشوف اليابان والصين وامريكا بتخش تاخد اللعيبه اللي بتخلص او اللعيبه اللي يعتبر انهت مسيرها كرويا، ويعني بيبحثوا عن المال في معظم الاوقات في اخر الخدمه بتاعتهم في الكره،
ويبداوا يروحوا لهناك. تخيل بقى ان الوجهه الجديده هتكون السعوديه والدوري السعودي بالاخص. كمان زائد ان في كلام عن لوكا مودريتش وسيرخيو راموس وكمان طبعا يعني ليونيل ميسي، اسماء كبيره في عالم كره القدم، اسمائهم بتتوافد واسمائهم داخل مكاتب الفرق في طبعا الدوري السعودي. الكلام دوت مش محل اخبار او مش محل ثقه، لا الكلام دوت رسميا عزيزي المشاهد. لك ان تتخيل ان الناتج بتاعه ان كريستيانو رونالدو موجود في النصر السعودي الان. جزئيه متعلقه بفكره الدوري السعودي ومتعلقه بفريق النصر للسعوديه. بالك بقى كمان ان انت لما تاخد واحد من اشهر لعيبه كره القدم في التاريخ انه يكون وجهه ودعائيه ان انت تقدر تنظم كاس العالم 2030. احنا عارفين مدى التطور والبنيه التحتيه اللي شغاله عليها السعوديه دلوقتي عشان يكون واخد كريستيانو رونالدو كملف وكداعم ليه ان هو يقدر ينظم كاس العالم 2030. انا عارف ان السعوديه تقدر تعمل ده، كم الفلوس اللي عند السعوديه تقدر تعمل ده مسافه يوم وليله. كل الحوار عندهم هيكون عايز الوقت اللي يقدر ينفذ فيه الخطط والتجارب اللي يقدر ينفذ عليها حرفيا ارض الملعب. لك عزيزي المشاهد ان كل دوت هي تابعه للتخطيط والاداره الناجحه من النصر للسعوديه، او خلينا نقول من السعوديه عموما. الصندوق الاستثمار السعودي للرياضه هو الانجح حاليا في اوروبا والانجح حاليا طبعا في الشرق الاوسط. الراجل راح استثمر في نيوكاسل، وحاليا في استثمارات كتير في عالم كره القدم من اخرها استقطاب نجم كبير للشرق الاوسط. نرجع بقى لموضوع كريستيانو رونالدو والفئه بتاعته والجمهور بتاعه. ممكن تكون فكره استقطاب رونالدو للشرق الاوسط هي فكره وصمه عار على تاريخه. طب هل الحوار بينهي تاريخ كريستيانو رونالدو؟ هل الحوار بينهي اسم كريستيانو رونالدو من ملف التاريخ في كره القدم؟ عزيزي المشاهد عايز اريحك واديك الاجابه بالفم المليان، لا. انت بتتكلم عن كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو اللي قلت لك انه خبط الارقام والاحصائيات في اسبانيا واوروبا والبرتغال وايطاليا وكمان انجلترا، كل الاماكن دي كريستيانو رونالدو طغى عليها. تخيل كده ان انت لما تفتح اي صفحه في كتاب التاريخ هتلاقي كريستيانو هنا، كريستيانو هنا، كريستيانو هنا، كريستيانو هنا، كريستيانو هنا، كريستيانو الاول هنا، الاول هنا، الاول هنا، الاول هنا، الاول هنا، الاول هنا، الثاني والثالث هنا، الثاني هنا، الثالث هنا، الخامس هنا. فلك ان تتخيل ان كتاب التاريخ عمره ما يتمحي منه كريستيانو رونالدو. مهما عدى من القرون هيفضل اسم كريستيانو رونالدو واحد من ضمن افضل اللعيبه اللي جت في التاريخ. طب ايه الفكره بقى ان كل الناس ضد كريستيانو رونالدو وكل الصحافه والاعلام ضد كريستيانو رونالدو في الوقت الحالي وضد ختاميه كريستيانو رونالدو في السعوديه؟ الفكره عزيزي المشاهد ان انا لما اطلع اقول لك النهارده مستحيل حرفيا اعمل كذا، اطلع اقلع واعمل ترند كذا واعمل ترند كذا، واجي بعد شهر من الان، اجي بعد سنه من الان، اجي بعد 5 سنين من الان للاسف الشديد اعمل الحوار ده. من هنا كل حد هيستخدم ملف الفيديو اللي انا قلت فيه ان مستحيل اعمل كده ويقول لي انت كنت كذاب، انت كنت كذا، انت ما قدرتش تحقق اللي انت قلت عليه. وهو ده بالظبط اللي حصل مع كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو في عز شبابه في وقت ال 33 وفي وقت ال 30 وفي وقت ال 18 وفي وقت ال 20 وفي وقت ال 25 طلع طبعا قال لك انا نفسي انهي حياتي المهنيه في اكبر حاجه، في الليفل الاعلى، في القمه، انهي في ريال مدريد، في ايطاليا، في يوفنتوس، في اي حته، في الكلام بتاع المهم اكون في اوروبا. ولكن عزيزي المشاهد الكلام ده ما بيحصلش. طب لك ان تتخيل انه طلع خصص بالاسماء واحد زي تشافي، اسطوره من اساطير كره القدم دايما التاريخ هيفتكره. كريستيانو طلع بالاخص قال لك هو تشافي بيلعب فين؟ ده بيلعب في السد القطري. انا مش عارف اساسا قطر دي. كمان زاد الطين بله لما قال لك ان انا عمري ما انهي حياتي طبعا في الخليج او حتى في قطر او حتى في امريكا، انا لا، انا هنهي حياتي في اوروبا. انت تخيل ان اللاعب اللي قال الكلام ده من لسانه ومن بقه ومن عقله للاسف الشديد بيعمل الاسوأ منه وبينهي حياته في الشرق الاوسط وفي السعوديه. عزيزي المشاهد خصوصا ان كريستيانو رونالدو لما وصل لسن ال 38 ولما وصل كمان للنصر السعودي، حابب اديك فقره معينه وحابب اديك جزئيه معينه. للاسف الشديد كريستيانو رونالدو خذل جمهوره، لانه جمهوره كان دايما معتقد ان اللاعب اللي بيكسر الارقام، اللاعب اللي دايما بيتدرب، اللاعب اللي دايما حرفيا حاطط حياته في التدريب وفي كره القدم وما بيعملش حاجه غير انه هو ظابط وزنه وجسمه وعقليته وكل حاجه، دايما بيتغذى على الانتقادات، دايما يعني حاطط وشه ضد
الاعلام وعادي جدا انا في النهايه كريستيانو رونالدو، هعمل اي حاجه مستحيله على اي حد. اللاعب ده والجمهور ده كان شايف ان كريستيانو رونالدو لو في سن ال 45 هيقدر يأدي في الملعب، وده مستحيل. انا واحد بحب كريستيانو رونالدو، بشجع كريستيانو رونالدو، بشجع ريال مدريد، بقول لك مستحيل حرفيا، لان ما ينفعش اقول لك العمر مجرد رقم. لا عزيزي المشاهد، العمر عمر والسن سن وكل حاجه وليها حكمها. اللاعب اللي عنده 38 سنه يأدي في اوروبا زي ما بيأدي وهو 33 و34 و35. هتيجي تقول لي يا عم ابراهيم او يا عم هيما ده لسه من حوالي 5 شهور كان الهداف الثاني لانجلترا. مهما يكن عزيزي المشاهد ان حتى بعد اللي حصل في المقابله الصحفيه من كريستيانو رونالدو وشن الحمله التاريخيه على فريق مانشستر يونايتد وعلى المدرب، دي حته للاسف الشديد هتكون حاطه علامه استفهام على اي مدرب يختار كريستيانو رونالدو او على اي فريق يختار كريستيانو رونالدو. لان لو الفريق ده ما نجحش مع كريستيانو رونالدو وارد جدا كريستيانو يطلع يكرر نفس الحوار، ووارد جدا يطلع يقول نفس الكلام على نفس النادي وعلى نفس المدرب اللي اختاره. فدي جزئيه هيتحط عليها علامه استفهام. طب نرجع لنقطه ثانيه، كريستيانو رونالدو لما رجع بعد العوده لمانشستر يونايتد ولعب كذا فتره للاسف الشديد ما اداش. طب كمان حابب اقول لك انه لما راح كاس العالم للاسف الشديد سانتوس مدرب البرتغال اعتمد عليه دكه البدلاء، معنى انه كان في دكه البدلاء مع تنهاج ومعنى انه كان في دكه البدلاء مع البرتغال مع سانتوس، يعني فريقين، واحد المنتخب وواحد فريق، اثنين مدربين مختلفين، المدرب الوطني ومع طبعا فريق مانشستر يونايتد في نفس الوقت مع واحد من اشهر الحاجات اللي هي المنتخب بتاعه. تخيل كريستيانو رونالدو مع المنتخب بتاعه اللي هو البرتغال، اللي هو الاسم اللي صنع اساسا تاريخ البرتغال في الكوره، وبيقعد دكه. من هنا اي نادي حرفيا هيفكر 35 مليون الف مره ان يجيب كريستيانو رونالدو او ما يجيبوه. هي دي كانت النقطه او المسمار الاخير في نعش كريستيانو رونالدو في اوروبا، ومنها لازم أن يخرج كريستيانو رونالدو من مرحله الاعلام ومن نقد الصحافه ومن نقد الناس والجمهور، ويبدا يعيش اخر فتره ليه طبعا في النصر السعودي، ويبدا يقول انا عايز اعيش اخر فتره معايا من غير انتقادات، وعايز اعيش فتره بعيدا عن الضغط، لان خلاص انا فعلا 38 سنه وامنت بالحوار. وخصوصا كمان ان هي فكره تحدي جديد لكريستيانو رونالدو، لو صاب فهو كريستيانو رونالدو، وانا في اي مكان بنجح، وانا في اي مكان بكسر الارقام، وانا في اي مكان هو كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو ابن ال 18 ابن ال 25 ابن ال 30 ابن ال 33 ابن ال 35 ابن ال 38 هو كريستيانو رونالدو. وفكرة كمان انه هو لو فشل هيكون هو النجم الدعائي لكاس العالم 2030، وهيفضل هو الراجل الاشهر في تاريخ كرة القدم او الاشهر في كوكب الارض حرفيا. طب النقطة الثانية او الجزئية الثانية، هل كريستيانو رونالدو يبحث عن المال؟ بص صديقي العزيز، جينا نقول دايما بدون استثناء اي بشر على وجه الارض، كل انسان معاه جنيه هيعوز الجنيه ده يبقى 2، كل انسان معاه 1000 هيعوز ال1000 ده 2، كل انسان معاه مليون هيعوز المليون ده 2. طب شوف كده، تعالى نقول ان اشهر ناس معاها فلوس او اشهر ناس او اغنى ناس في كوكب الارض، هتلاقي دايما ان هم بيستثمروا فلوسهم في مشاريع واستثمارات تانية. يعني مثلا ما اكتفاش ان هو معايا الكم من الفلوس ده، معايا المبلغ من المال اللي انا لو فضلت طول حياتي انا واحفاد احفاد احفاد احفادي بصرفه، وبصرف كل يوم مبلغ وقدره يعتبر كميزانية لدولة، حرفيا مش هخلصه لحد يوم ما اموت. ولكن هتلاقي الراجل ده بيشتغل وبيستثمر المليون او الاتنين معاه عشان يخليهم 4 و5. هي نفس النقطة، وهي نفس قصة كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو هو 1 ملياردير من وراء كرة القدم، سواء الاعلانات او السبونسر او حتى السوشيال ميديا او حتى القبض الرسمي بتاعه في كرة القدم، او نركن دولت من الشركات بتاع كريستيانو رونالدو والفنادق والحلاقة والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. فلك ان تتخيل ان الجزئية المتعلقة بالمال هي مع اي حد، يعني هي مش مع كريستيانو رونالدو بس او هي ضد كريستيانو رونالدو بس، لا هي مع اي حد على وجه الارض. تأكد كده، او هو زي ما بيقولوا مثل زمان، اللي معاه مليون هيخليه 2، واللي معاه 2 هيبحث ان هو يخليهم 5 عزيزي المشاهد. ففكرة المال هي مش فكرة بعيدة، لك ان تتخيل ان انا هاخد نص مليار، يا عم هاخد 200 مليون في سنتين. انت متخيل الرقم 200 مليون؟ الرقم كبير، الرقم اعجازي وتاريخي، ده بيعبر عن ميزانية دولة عزيزي المشاهد، وممكن يكون اكبر من ميزانية دول كتير. يعني ممكن اجمع لك دولة
2 3 10 وحرفيا ما يكونوش عندهم الميزانيه بتاعه كريستيانو رونالدو في سنتين 2. لك ان تتخيل ان انا بقول لك انت واحد معاك 38 سنه في حياتك، يعني قدامك من العمر قد ضعف اللي انت عشته، او يا عم قد اللي انت عشته مره كمان، يعني ليك معاك في الحياه 38 سنه وهتاخد وانت على الحديده انت الصفر حرفيا وهتاخد 200 مليون. لك ان تتخيل ان اللاعب اللي هياخد 200 مليون هو ملياردير اساسا. فلك ان تتخيل ان الحوار ده كله حرفيا الفلوس هي كل حاجه بالنسبه للوقت الحالي. فهو برضو جزء كبير يتعلق بفكره انتقال كريستيانو رونالدو للنصر السعودي. مختم عزيزي المشاهد، حابب اقول لك حاجه، شخصيه كريستيانو رونالدو هي شخصيه دايما محبه للنجاح، محبه لاثبات الذات، محبه لنفسها اساسا. بعض الناس بتقول ان كريستيانو رونالدو مغرور او بيحب نفسه او متكبر او كذا او كذا. بص، هو في جزئيه من النقطه دي، يعني ما فيش حد يوصل للكم ده من النجاح والقوه انه ما بيحبش نفسه عزيزي المشاهد. لا، بيحب نفسه وعنده نقطه كبر وعنده نقطه اللي هو انا كريستيانو رونالدو، انا الرجل الاشهر، انا رجل التاريخ، انا كذا انا كذا انا كذا انا كذا، عارف كل ده. ومنها هقول لك ان الفكره دي بالذات او النقطه دي بالذات هي واحده تخلي كريستيانو رونالدو يروح للنصر السعودي. دوله كامله حرفيا هتقدر مجيء كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو هيغير مجرى تاريخ دوله كامله زي السعوديه بعد فكره ان كريستيانو يلعب في فريق فيها. لك ان تتخيل العوائد بقى اقتصاديه، ماليه، اعلاميه، في التطور، في السياحه، في كل الجوانب دي حرفيا السهم بتاعها لو ماشي مثلا خلينا نقول بمعدل ان هو بيزيد 5% كل سنه، بوجود اسم كريستيانو رونالدو ال 5% هيبقوا 50%. فلك ان تتخيل ان النقطه دي بالذات ممكن تكون كافيه ووافيه ان كريستيانو يروح للنصر السعودي عادي جدا. نيجي بقى لاخر جزئيه حرفيا قبل ما انهي، ودي هتكون النهايه. هل كريستيانو رونالدو وفكره مبيعات قمصان كريستيانو رونالدو هي بتعوض المبلغ اللي اتدفع في كريستيانو رونالدو؟ لا عزيزي المشاهد، ودي حته مغالطه دايما على السوشيال ميديا بتقراها في فيسبوك وتويتر. كريستيانو رونالدو التيشيرتات بتاعته، باع كريستيانو رونالدو من التيشيرت بتاعه 2 مليون نسخه في ظرف 48 ساعه. للاسف الشديد عزيزي المشاهد ان ال 2 مليون نسخه دي اللي بيخش خزنه النادي او اللي بيخش خزنه النصر للسعودي هي مجرد 10 او 15% من النسبه دي كلها. يعني لك ان تتخيل لو هو مثلا بقول يعني خلينا نقول 100 جنيه، يعني خليني امثلها لك بنسبه صغيره قوي، لو قمصان كريستيانو رونالدو دي كلها اتباعت ب 100 جنيه هم 15 جنيه من ال100 بس بيخش في خزنه النادي. اما بقى باقي الكلام ده كله ال 75 او ال 85 نقطه الباقيين او ال 85 جنيه الباقيين ما بيروحوا بقى للدعايه وبيروحوا للرعاه وبيروح لكل حاجه خاصه بفكره الدوله وفكره كمان الراعي الرسمي لطبعا النصر للسعودي. دي كانت ملخص سريع كده عن حلقتي لطبعا كريستيانو رونالدو وفكره انتقاله للنصر السعودي. انا متاكد عزيزي المشاهد او بنسبه 95% او 90% انك مش هتلاقي حلقه كافيه ووافيه بالاراء وبالكلام ده كله موجوده على السوشيال ميديا. فانا اتمنى عزيزي المشاهد لو الحلقه عجبتك بجد تقدر المحتوى اللي بيتعمل ده وتقدر البحث والكلام اللي بيتقال دوت عزيزي المشاهد، تقول لنا رايك في الكومنتات. وفي النهايه طبعا ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اتمنى ان انت تشارك حلقه على السوشيال ميديا عشان اقدر اوصل لاكبر عدد من المتابعين. عايزك حرفيا تغربل الفيديو ده في اي حته في السوشيال ميديا، عايزك توصل القناه دي لاكبر عدد من الناس، عايز الحلقه دي بالذات توصل لكل جمهور للنصر السعودي وكمان توصل لكل حد بيتعلق بكريستيانو رونالدو حتى لو مش من قابليه النصر السعودي، حتى لو هو عربي بس. عزيزي المشاهد كان معاكم ابراهيم محمد او هيما والجول من قناه هيما والجول. اتمنى طبعا ما تنساش تدعمني لايك شير اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله عزيزي المشاهد نتقابل في حلقه جديده من ورا الشاشه، ويلا بينا سلام.